السلام عليكم اخوان. حاليا فيها الناس. المهم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. نبداو الفيديو ديالنا. حاليا يلاه سالا الماتش ديال البارسا واتلتيك بلباو اللي انتهى فوز برشلونه ب1-0 عن طريق لامين يامال اللي اعتقهم صراحه بداك الهدف اللي ماركا، هدف خيالي. ارتو رجعت ماركا مسجله بالاسم ديالو حرفيا، حيت في اي مباراه يامال كيقلب على انه يضرب شي اغ دو يصرد في 90، مع ان الهدف كحسبوا بدرجه اولى فيرمين لوبيز. الوقيته ديال التمريره ديال بيدري ليامال، فيرمين كان دخل انه يدير زياده عدديه في البوكس اللي خلات ان الظهير الايسر يتبع فيرمين وخلى يامال بوحده، ومن ثم جات التمريره الساحره ديال بيدري غونزاليز صرد ليامال ويامال ار2 هدف 1-0. عليها انتهت المباراه بفوز برشلونه. ندوزو لاطوار المباراه. عندي سؤال واحد، شنو المشكله ديال البارسا على القميص الذهبي؟ في اي مباراه كلعبها البارسا بالقميص الذهبي كتحس بها ضعيفه. السبب علاش ما عرفناش. عندك خسروا به مع تشيلسي ب 3-0، خسروا به مع اتلتيكو مدريد في الالي ب 4-0، وشحال من مباراه البارسا تعادلت بها، وشحال من مباراه فازوا بشق الانفس بحال هذه ديال بيلباو، بحكم ان البيلباو مثلا بارسا عطاتها 4-0 في الكامب نو وعطاتها 5-0 في السعوديه، يعني مجموع مباراتين هذا الموسم 9-0 ما بين البارسا وبيلباو بدون حساب المباراه ديال اليوم. شنو كيوقع ملي كتلبس البارسا القميص الذهبي؟ ما نعرف. هذا السؤال انا من ديما صراحه فوا كنشوف البارسا لابسه قميص ذهبي كنقول لي احتمال تعثر اليوم او مباراه غتكون صعيبه بزاف. السبب علاش ما عرفناش والله. ندوزو الاطوار المواجهه. بلاتي تشعل بيسي. مباراة حرفيا بدات هجومية من اتلتيك بيلباو. في اقل من دقيقة بالضبط 18 ثانية عرضية قطعها جيرارد مارتين، ضربات في القائم وخرجت. ماشي جيرارد مارتين، كانسيلو اللي ضربها، نسيت. هادشي اللي خلى ان اللاعبين ديال بيلباو يتحمسوا اكثر، مع ان بداية المواجهة كتجيك فرصة خطيرة لهاد الدرجة. هادشي يعطيك حافز كبير انك تقدر تماركي. الدقيقة الثالثة عاوتاني رأسية من انياكي ويليامز كتمشي نيشان الاحضان للحارس خوان غارسيا. هادشي كيخلينا نشوفوا ان بيلباو دخلت الضغط على البارسا مزيان باش انها تأر من المواجهات جوج اللي دازوا. موراها الدقيقة السادسة فيران يا فيران راك انت غفران. يامين يامال يعرض كرة فيران توريس راسو راس بوطو خطا السوق وجابها في البوق بحال ديما. فيران هو هذا فعوط ما انه غيضربها الشبكة غيلعبها عرضيه وغضيع. الدقيقه السادسه عاوتاني كانسيلو كيجرب تسديد من البعيد. هادشي اللي كيورينا ان البارسا بغات تلعب كونتر اتاك وان البارسا دارت رد الفعل ديالها، وكانوا باغين انهم ينهيو المباراه من الشوط الاول باش يرتاحوا اللاعبين للشوط الثاني. واصلا فليك كان مرتاح البعض بحال بيدري رافينيا فيرمين حيت تابعهم الماتش اللي ماجي مع نيوكاسل سانت جيمس بارك. بقات المباراه صراحه كانت بارده، مباراه فقيره هجوميا. كنلاحظوا ان برشلونه كاع ما سدوا ولا تسديده في الشوط الاول مؤطره داخل خشبه الثلاث، ولا تسديده واحده. في الدقيقه 33 كانسيلو كينسل من الجهه اليسرى كيرقص اثنان وكيدخل، وملي كيدخل كيضيع كره. وهادشي كيبين لنا ان البارسا كانت مفتقره هجوميا الحلول، بحال مثلا رافينيا. حتى وان كان رافينيا حاليا ضعيف بالكره، ولكن بدون كره رافينيا احسن لاعب عند البارسا في بريسين. هو اللي كي كيفاش نقولوا، هو اللي كيحرك المنظومه الهجوميه كامله، هو اللي كيحرك المنظومه ديال الضغط كامله ديال البارسا. ملي ما كيكونش رافينيا كتحس ان البريسين ناقص عند البارسا بزاف. وعاد بيدري هو ميزان ديال الفرقه كامله، ماشي غير ميزان ديال النص تيران، راه ميزان ديال الفرقه كامله. وديونغ واخا ديونغ دابا اصابه يمكننا نعوضوا شويه ببرنال، مع ذلك ان فليك اختار انه يريح برنال في الشوط الثاني بحكم ان برنال لعب 90 دقيقه كامله كونتر اتلتيك مدريد. هذيك المباراه اللي استنزفت الطاقه بزاف من اللاعب ديال برشلونه، وهادشي اللي خلاه انه ياخذ الديسيزيون ديال انه يوقف بزاف ديال اللاعبين، ماشي وقفوا، المهم راحت بزاف ديال اللاعبين. المباراه اللي ماشيه مع نيوكاسل اللي ما غاديش تكون سهله بحكم ان البارسا ضاعوا له الاظهره. اصابه ديال كوندي وبالدي نقصت له من الخيارات الدفاعيه عنده، بحكم ان البارسا عاوتاني عند الدفاع هش بزاف، وخاصه عند نيوكاسل عندهم غوردون وايلانغا كيجريو بزاف. وهادشي اللي قد انهم يخليهم يضربوهم في الظهر بزاف، بحال الماتش اللي تلعب هذا العام ما بيناتهم في سان جيمس بارك عاوتاني وسالب 2-1.
كنلاحظوا ان في الشوط الاول ان نيوكاسل كانت هاجمه بزاف، لولا خوان غارسيا اللي كانت فضيحه تاريخيه لبرشلونه، لولا خوان غارسيا. وهذا العام كامل خوان غارسيا هو اللي عاتق البارسا من الاخر، حيتاش اللعب لانيني طالعه وكتضرب كلشي كيضربك بالكونتر اتاك وانت باغي دير اورجو، يعني على سنتيم واحد غلطتي مشيتي. دقيقه 34 هفوه دفاعيه قاتله من جيرارد مارتين، كيخلي المهاجم راسو راس بوطو، حرفيا راسو راس برا. خوان غارسيا كيتعملق مره اخرى. ندوزو دقيقه 46 كانت ركنيه لصالح برشلونه. دقيقه 46 ركنيه لصالح برشلونه كينفذها راشفورد باتقان، كتجي لفيران توريس كيلعبها بالكعب متقونه. لو كانت دخلات كان هذا البيت غيشفع لفيران توريس الى من هنا واحد 3 سنين اخرى. استراحه ما بين الشوطين، هانزي فليك رجع الاوراق ديالو، لقى ان عنده صعوبه في الخروج من الضغط، حيت بحكم ان اتلتيك بيلباو كانت دايره ضغط كبير على المدافعين البارسا، وهاد الصعوبه هذه باش نقدو نهرسوها محتاجين بيدري. ضروري بيدري هو ميزان وسط الميدان، ميزان البارسا، هو اللي غيقد يرجع يدير الادوار اللي كان كيديرهم فرانكي دايون، غيرجع للدفاع، غنهز كره وغنزيد بها القدام. علاه باش كتلقى ان مع ما طلع الشوط الثاني فليك دفع بيدري بلاص مارك بيرنال، ما كانش حلول كبيره، حتى اذا كان بيدري هو الميزان ما كانش حلول كبيره هجوميا. تقريبا في الدقيقه 60 فليك كيدفع بثلاث تغييرات، ليفاندوفسكي، رافينيا، فيرمين لوبيز، في مكان فيران توريس، راشفورد، داني اولمو. هادشي اللي خلى ان البارسا دخلوا فيها دماء جديده. هادشي اللي اسفر على الهدف الاول عن طريق لامين يامال اللي ديجا تكلمنا عليه من قبل. نوقف عند لامين يامال. لامين بوحدو ما يقدش يفتح لك فرقه كامله، حيت ما كاين حتى لاعب بحال ميسي. كاين ميسي وكاين بقيه اللاعبين، ما كاين حتى لاعب بحال ميسي اللي قد انه يرجع للدفاع، يهز كره، يطلع بها، يدريبلي كلشي، يفتح لصحابو، يماركي هو، يكون هو صانع لاعب، وسط ميدان، جانح، مهاجم. لامين يامال فقط جانح، يقدر يلعب لك مره صانع العاب خافي ما بين جناح وما بين صانع العاب، ولكن انه يكون هو الفرقه كامله راه لا يمكن. ضروري خصو شي واحد يعاونو، بحكم ان فليك كان مريح اغلبيه ديال اللاعبين الاساسيين الماتش الجاي، راه يامال امبوسيبل انه يدير لك كلشي. هادشي علاش كنشوفو مني فليك بدل التغييرات ديالو، اصفرنا على البيت الاول وعن طريق لامين يامال كره خياليه ضربات بوطو دخلات. الدفاع ديال البارسا وحتى الدفاع ديال مدريد ما كيطمنوش هذا العام. المشكل الاكبر هو ان مثلا برشلونه عارفين ان المشكل ديالها هو خط دفاع متقدم ومصيدة التسلل. اما بالنسبه لريال مدريد، حتى اذا كانوا العناصر كلها كلشي كيقدر انهم يخترقوا من عمق الميدان او من الاجنحه، يعني التجانس في الخط ديال الدفاع ما كاينش بتاتا. بالنسبه لبرشلونه غتعاني الامرين مع غوردون وايلانغا، وحتى بيرن مثلا في الكرات العرضيه او الركنيات غتعاني مع بيرن وفولتميد. نظرا ان الملاعبيه ديال البارسا كاملين قصار، بيرن فيه 2 متر و6 كيطلع يضربها براسو نيشان ما كيحتاجش ينقز، حتى فولتميد كيطلعوا كيضربوها براسو كيديروا لا ما نعرف بزاف هادو اخر يقدم قد بوطو. اراوخو كيضرب لهم هنا، اراوخو كيقولوا له مالك ولدي. قبل ما نمشي جاوبوني في كومونتيرات، واش نبقاو نديروا لايف نهضر فيه هيدا نيشان، او نبقى ندير فيديوهات ونمونطيهم شويه عليا عاد نبقى ننزلو؟ مازال حير ما بين هاد الجوج. هذا ما كان في هذا الفيديو، نتلاقاو في الفيديو ديال البارسا ونيوكاسل مورا نهايه المقابله نهار 3. معكم اشرف من قناه اشرف MTL. الله